تعلم عن رصيدنا اللي في خطنا بتاع فودافون بتاعنا بكل سهوله بكل بساطه بدون اي ادنى مشكله تماما. تابع مع كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض وبعد كده هنروح على الهاتف، زر الشاشة الهاتف هنخش عليه بالشكل ده الهاتف. وبعد ما احنا دخلنا على الهاتف زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده هنكتب الكود ده مع بعض علشان خاطر نقدر من خلاله نعرف فيه كام رصيد على الخط بتاع فودافون بتاعنا بكل سهوله بكل بساطه بدون اي ادنى مشكله تماما. الكود هو نجمه علامة النجمة العلامة النجمية 8 9 8 8 6 7 6 6 8 7 8 8 نجمه 9 علامة نجمية 8 ابن أب 68 1 4 1 1 شباك 0 هاش 1 يبقى يكون في علم حضراتكم الكود هو نجمة 868 نجمة 1 شباك. بعد كده هندوس مع بعض اتصال، زر اتصال أمام محو النص الهاتف وبعد ما احنا اتصال هنقلب لحد ما نوصل للشريحة بتاعتنا اللي بتاع فودافون احنا مخلينا على 2. سام هندوس عليه بالشكل ده. الهاتف زر اتصال جار تشغيل رمز USSD. ستصل كلمة رسالة ببلاش رصيدك الأساسي 0. وبعد ما احنا وقفنا الشريحة بتاعتنا اللي بتاع فودافون ودوسنا على اتصال راح جايب لنا الرسالة دي اللي هي ظاهرة قدامكم على الشاشة بتاعت موبايلكم بكل سهولة بكل بساطة بدون أي أدنى مشكلة تماما. بيقول لكم ايه في الرسالة؟ بيقول لكم ستصلكم رسالة ببلاش رصيدكم الحالي 0. يعني بيوضح لنا فيها الرصيد بتاع خطنا، وكمان بالفعل هتوصل لنا دلوقتي رسالة هيكون موضح فيها كمان الرصيد بتاعنا الحالي على الخط بتاعنا بكل سهولة بكل بساطة بدون أي أدنى مشكلة تماما. يعني أي حد عايز يكتب الكود ده على الخط بتاعه بتاع فودافون بتاعه عشان يعرف الرصيد اللي على الخط بتاعه كام يكتبه بمجرد ما انتوا بتدوسوا شباك اتصال وبتجيبوا الشريحة بتاع فودافون بتاعتكم بتدوسوا على الاتصال بيجيب لكم الرسالة دي وبتبقى ظاهرة قدامكم على شاشة موبايلكم وبيقول لكم فيها سأصلكم رسالة ببلاش رصيدكم الحالي كذا، وبالفعل بتوصلكم كمان رسالة على الموبايل بتاعكم وبتقدروا تخشوا فيها كمان وبيكون موضح فيها الرصيد بتاع خطكم عادي بكل سهولة بكل بساطة بدون أي أدنى مشكلة تماما. طيب احنا قرينا الرسالة خلاص وعرفناها بالتفصيل الممل، احنا مش عايزين تاني خلاص هندوس موافق. كالتوصية موافق زر هندوس على كلمة موافق بالشكل ده هاتف. وبمجرد ما احنا دوسنا على كلمة موافق كده خلاص تم إخفاء الرسالة من على شاشة موبايلنا بكل سهولة بكل بساطة بدون أي أدنى مشكلة تماما. لحد هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو بتاعنا. أتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو أي حد فيكم عنده أي سؤال أو أي استفسار أو أي مشكلة مواجهاه من الفيديو بتاعنا ده أو من فيديوهاتنا عامة أو من عالم التكنولوجيا عامة يقدر يكتب لي سؤاله أو استفساره أو مشكلته المواجهاه من الفيديو بتاعنا أو من فيديوهاتنا عامة أو من عالم التكنولوجيا عامة في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله بنشية الله تعالى هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليه باذن الله. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الرجوع الشاشة الرئيسية Talk back. Open drawer. DG. 31 من مارس 4